السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 45 دقيقة لمباراة الزمالك ونادي طلائع الجيش ما كانش لها أي لازمة. أول 45 دقيقة ما لهمش أي لازمة، يعني أسوأ شوط لعبه نادي الزمالك ونادي طلائع الجيش كان هو الشوط الأولاني بتاع ماتش النهاردة. 45 دقيقة ما فيهمش غير كورة وحيدة لمصطفى شلبي في الدقيقة 42. هي دي الفرصة الوحيدة اللي كانت لنادي الزمالك في الشوط الأول. كانت من على حدود منطقة الجزاء كده من ناحية الشمال. قدر إن هو مصطفى شلبي يشوطها من خارج منطقة ال 18. شاطها بصراحة بطريقة يعني قوية جدا، لكن الحارس طلائع الجيش بصراحة كان كويس قوي وصدها بطريقة كويسة. دي هي الهجمة الوحيدة اللي كانت في الشوط الأول. طبعا نادي الزمالك هنقول التشكيل. نادي الزمالك الأول كان بيلعب في حراسة المرمى محمد صبحي، وفي خط الدفاع حاتم سكر وحسام عبد المجيد والمسلوسي، وفي خط الوسط كان أحمد فتوح ودونجا وزيزو ونيمار، وفي خط الهجوم كان مصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري وإبراهيم نضاي. طبعا وهنقول برضو تشكيل فريق طلائع الجيش. كان في حراسة المرمى مصطفى شعبان، وفي خط الدفاع خالد سطوحي ومحمد فتح الله واحمد منصور، وفي خط الوسط كان احمد عبد الرحمن وفريد شوقي ومحمد شحاتة واحمد متعب، وفي خط الهجوم كان مصطفى جابر ومحمود وادي وجوليوس. ده كان بالنسبة لنادي طلائع الجيش. طبعا كانت زي ما احنا قلنا كان الشوط الاول كان هي فرصة واحدة لنادي الزمالك في الدقيقة 42 لمصطفى شلبي. بعد كده بدأ الشوط الثاني، نزل شيكابالا وخرج نيمار، وبعد كده نزل أشرف رؤى وخروج دونجا. طبعا لحد الدقيقة 88. قبل الدقيقة 88 طبعا كانت المباراة كلها كانت يعني ايه تعتبر متوسطة، يعني لحد ما يعني أحسن من الشوط الأول يعني بكتير. كانت برضه كان في هجمات لنادي طلائع الجيش وبعض هجمات لنادي الزمالك، لكن الدقيقة 88 ديت كانت نقطة التحول في المباراة. قدر ان هو في الدقيقة 88 حسام عبد المجيد قدر ان هو يحط يعني كرة كانت جاية له بالعرض، قدر ان هو يحطها بدماغه بطريقة كويسة جدا جدا جدا. حسام عبد المجيد طبعا مميز في ضربات الرأس. بصراحة هو يعني أكتر لاعب في دفاع نادي الزمالك بيكون مميز في ضربات الرأس، دايما بيزيد في الهجمات وفي الركنيات وفي الكلام من ده عشان يلعب العرضيات براسه، لأنه هو بصراحة مميز جدا في الحتة دي. في الدقيقة برضو 93 برضو كرة عرضية برضو بالراس، برضو ضربة رأس تانية برضو كويسة برضو من إبراهيم نضاي، برضو حطها بطريقة كويسة. يعني برضو زي ما الكتاب كان بيقول برضو يعني ضربات الرأس النهاردة يعني ضربات الرأس النهاردة كانت هي يعني السر النهاردة في الماتش. وبيخلص الماتش بنتيجة 2-0. طبعا ديت نتيجة كويسة لنادي الزمالك لأنه كان محتاج ال3 بونت دول. كان في برضو من ناحية تانية تصريحات للكابتن خالد الغندور. كان بيقول على قناة نادي الزمالك إن هو ما بيساندش المستشار مرتضى منصور، ولا احنا بندعم المستشار مرتضى منصور، احنا بندعم كيان نادي الزمالك فقط، وان الازمه اللي بيمر بها النادي الزمالك قادره على ان هي تهدم اي كيان. وقال كمان ان خالد الغندور سيرحل والمستشار مرتضى منصور سيرحل وهيبقى كيان نادي الزمالك. برضو كده يعني دلوقتي اصبح الفرق دلوقتي بين نادي بيراميدز ونادي الزمالك 11 نقطه. نادي بيراميدز محتاج ان هو يكسب 3 مباريات فقط علشان يضمن المركز الثاني. 3 مباريات فقط تفصله عن المركز الثاني. طبعا هو نادي بيراميدز طبعا بيحلم ان هو يعني عايز المركز الثاني عشان يشارك في دوري ابطال افريقيا. طبعا نادي برضو الزمالك برضو هو بيسعى هو كمان علشان ايه خاطر ان هو يشارك في دوري ابطال افريقيا، بس يعني هو نادي بيراميدز هو الاقرب يعني. فهنشوف الماتشات الجايه هيكون فيها ايه، وهل نادي بيراميدز هو اللي هيبقى صاحب المركز التاني ولا ايه. نادي برضو فيوتشر برضو داخل معاهم، ففي يعني
انما طبعا المركز الاول ده مضمون للنادي الاهلي بنسبة 100%، طبعا مفيش في اي كلام. فالنادي الاهلي يعني طبعا هو في حتة تانية خالص في الدوري، يعني ملوش علاقة بالدوري المصري خالص، لان هو بينافس نفسه يعني. في برضه قرار برضه كان للمستشار مرتضى منصور بحبس 3 شهور وغرامة 20,000 جنيه. طبعا ديت في قضية سب رئيس نادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب. وبكده تكون حلقة النهاردة خلصت. يا ريت لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.